السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى روتين جديد ويوم جديد معانا، يا رب يكون فيديوهاتي بتشجعكم وروتين بتاعي بيشجعكم. في اول الفيديو كده كان عندي شوية هدوم، بقى قلت اما انشرهم في الجو. النهاردة عامل هوا كده حلو، فقلت كده اقوم انشرهم كده علشان المهم في اخر اليوم يعني، واخلص منهم. لان انا بحب اول حاجة اعملها في البيت لما يكون عندي غسيل، احب ان انا اول حاجة اخلص منها هو الغسيل. علشان يلحق يعني الشمس وكده، وعلى اخر اليوم بشتغله. لان زي ما انتوا عارفين احنا في الشتاء ومحناش الجو مش مضمون يعني بخاف لا الدنيا تشتي على الغسيل وكده. فبدأت ان انا انشر شوية الغسيل بالشكل ده كده، وعلشان ادخل بقى جوه اشوف ورايا ايه. زي ما انتوا عارفين انا ببدأ اليوم بتاعي من بدري. خلصت كده غسيل نشر الهدوم. ما شاء الله البلكونه اتملت زي ما انتوا شايفين كده. كل يوم الغسيل ده والله يا جماعه ما بيخلص. كل يوم بلم غسيل واحط مكانه وهكذا. وطبعا الحوض برضو اللي ما بيفضاش خالص. برضو قلت كده اغسل شويه المواعين اللي في الحوض، علشان اقف كده اشوف هعمل ايه وهطبخ ايه النهارده. طبعا زي ما احنا متعودين، الفقرة بتاعة المواعين دي احنا خلاص اتعودنا كلنا ان احنا نعملها للاستغفار وللصلاة على الرسول والتسبيح والذكر وكده. ونثبت الموضوع ده يا جماعة في حياتنا، وهتبقى يعني دايما هتبقى عادة وخلاص، مش هتقدري تبطليها. وهتساعدك كتير كتير قوي قوي قوي، انك انت تقدري تتحملي الضغوط اللي انت فيها على مدار اليوم. بجد والله عن تجربة صدقوني الموضوع ده بيفرق جامد جامد جامد. ف الله المستعان يعني. احنا ده روتين زي ما احنا بنقول كده بالظبط، ده روتين يومي ما بيخلص يعني يوميا على الله بنغسل مواعين، ويوميا بنطبخ، ويوميا بنروق البيت. كل دي حاجات بنعملها كل يوم ولا غنى عنها. ويا رب يديمها علينا يا رب نعمة كده، لان طبعا دي نعمة كبيرة. نعمة البيت ونعمة الأولاد ونعمة الصحة والستر، يعني ربنا يديمها علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. طبعا كلنا عندنا المسؤولية دي، وربنا يعيننا عليها يا رب ونكون قدها بإذن الله. طبعا كلنا عندنا موضوع ان احنا نخلص اللي ورانا، ونبتدي ان احنا نقعد مع الولاد نشوف وراهم ايه، وراهم واجبات ايه ونعملها، وبعد كده يخش يناموا، وهكذا اليوم يرجع تاني يتعاد. فالحمد لله على كل حال، ربنا يعيننا جميعا يا رب. عايزة اقول لكم، اللهم صل على النبي. آه كل يوم في حيرة. احنا كل يوم في حيرة، هناكل ايه هناكل ايه كل يوم على كده. طبعا مش انا لوحدي، كلنا نفس الشيء. موضوع الاكل ده بيحير جدا، يعني اكتر حاجة بتحيرنا على مدار اليوم هو موضوع هناكل ايه. وبرضو الولاد بيحيرونا اوقات كتير قوي في الاكل، لان مش كل الحاجات بياكلوها. فانا بفضل اقول هناكل ايه هناكل ايه من ساعه ما بقوم من النوم لحد ما بنستقر على اي حاجه. انا والله مش فارق معايا على قد ما انا عايزه اخلص من موضوع ان احنا يعني هنتغدى ايه. يعني ولو يقولوا لي اعملي كذا بيريحوني. انما حته اي حاجه، اي حاجه دي كلمه بصوا مستفزه قوي. يعني ايه اي حاجه؟ طب اي حاجه زي ايه طيب؟ ببقى مزاجي عال جدا ومبسوطه لما يكونوا مقررين هياكلوا ايه. ويا سلام بقى كمان لو الحاجة موجودة عندي في البيت، تبقى كده خلاص كده كملت يعني. فالنهاردة بقى قلت خلاص، انا كان في بالي موضوع الاكلة دي بصراحة من الاسبوع اللي فات وما عملتهاش، فقلت خلاص النهاردة هعملها بقى واتوكل على الله واعملها. انا الصراحة بحبها بالعيش، يعني انا كأمل بحبها بالعيش. بس طبعا لازم اعمل رز علشان الولاد وكده واللي في البيت يعني. فالنهاردة قلت خلاص انا هعمل عجة بيض وبطاطس محمرة ورز، وكنت هعمل سلطة بس لقيت جوزي جايب مخلل، فقلت خلاص كفاية اول مخلل. فصراحة كانت أكلة حلوة جدا وعندي العيال بيحبوها. فهنعمل بقى النهاردة العجة بطريقتي، يا رب ان شاء الله كده تعجبكم وتجربوها. طبعا العجة لها طرق كتير، انا بشوف يعني حاجات غريبة جدا. هنا كان مكان البطاطس المحمره اللي كنت قليها امبارح، بدات ان انا اقلي على احط البصل على طول في الطاسه دي وكده. بفكركم هنا بالاشتراك في القناه، يا ريت ما تنسوش
علشان تشجعوني كده اصور كل يوم معاكم. عملت الاول عندي بصلايه كده كبيره، خرجتها كده ناعم، وطماطميتين وسط صغيرين يعني مش كبار قوي. اول ما البصله اتشوحت كده، مش غمقت يعني ما خدتش لون، انا عايزاها بس تدبل، تدبل حاجه بسيطه. نزلت بالطماطميتين بتوعي، برضو اديت لهم تقليبه كده لحد ما بداوا يدبلوا شويه. ونزلت بالتوابل بتاعتي، التوابل بتاعتنا سهله وبسيطه جدا، مفيش فيها اي تعقيدات. العجه كل ما تبقى سهله، كل ما تبقى مقاديرها بسيطه، كل ما بتبقى احلى. معايا نص معلقه من الكمون، ونص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الكزبره الناشفه. ونظبط الملح بتاعنا، ونحط رشة بسيطة من الشطة ورشة بسيطة من السكر. اهو بالشكل ده كده هنقلب كل الحاجات دي جامد كده كويس قوي 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 مع بعض. ودي بقى بطاطسايه مسلوقه، هي بطاطسايه واحده بس والله يا جماعه. بس عايزه اقول لكم بتفرق جامد في العجه، مش كل الناس بتحطها بس صدقوني بتفرق جامد يعني في العجه. انا بشوف حاجات خرافيه الصراحه يعني. يعني هو يعني كل حد وليه طريقته، بس يعني بحس ان في ناس بتتعامل مع العجه كانها كيكه. في ناس بتحط لها دقيق، وفي ناس بتحط لها بيكنج باودر. مفيش الكلام ده يا جماعه. العجه الأصلية يعني اللي اتربينا عليها وعرفناها وكبرنا عليها، هي دي الطريقة بتاعتها. بطاطسية مسلوقة وبتكون مهروسة وكده، وبتنزلي بقى على البصل والطماطم بالتوابل، وبنحط الخضرة. انا بحط الخضرة على فكرة وانا طفيت النار خلاص، يعني انا طافية النار، فحطيت بس الخضرة كده تاخد السخونية بتاعة الخضار مش اكتر. وكان هنا معايا، انا مش هعمل صينية كبيرة، انا هعمل صينية صغيرة مش كبيرة قوي. فحطيت 4 بيضات، 4 بيضات بس البيضة حجمها كبير، يعني مثلا قولي 5 بيضات. وراح حطيت على البيض رشة ملح بسيطة، ورشة فلفل اسود، ورشة كمون. وزي ما انتوا شايفين كده سخنت الصينية بتاعتي كويس جدا، حطيت فيها شوية زيت وحطيتها على النار لحد ما سخنت كويس جدا. ونزلت بالعجة بتاعتي كده في الصينية، وسويتها بالشكل ده كده، وهديت عليها النار. انا بسويها من تحت الاول على النار من فوق، على البوتاجاز من فوق، وبعد كده بغطيها زي ما انتوا شايفين بالصينيه ديت، وبهدي النار عليها خالص. اول ما تاخد لون من الاحرف كده، خلاص كده ببقى متاكده ان هي خدت لون من تحت. وبحطها تحت الشوايه، ما بتكملش 5 دقايق، على يعني بالظبط على الساعه 5 دقايق. اهو بالشكل ده كده كده خلاص البيض استوى، والعجه بتاعتنا استوى. طبعا هي كل الخضار اللي معانا مستوي، يعني احنا عايزه بس البيض ينشف. وبعد كده دخلتها الفرن بقى ايه، تاخد لون من على الوش كده. طبعا حمرنا شوية بطاطس حلوين كده علشان الاكلة الجميلة بتاعتنا دي. وهنا كنت حاطة الرز يستوي على النار. ما شاء الله العجة بتاعتنا طلعت كده بالشكل الجميل ده اللي يفتح النفس. كانت سخنة طبعا، يعني الولاد كانوا خلاص جعانين وعايزين يتغدوا، فما قدرتش ان انا اسيبها لحد ما تبرد، قطعتها وهي سخنة. يعني كانت بتتكسر معايا حاجة بسيطة علشان كانت سخنة جدا. حتى شايفين البخار طالع منها سخن قوي، يعني انا كنت لسه مطلعها من الفرن. يعني انت تقدري تسيبها تبرد شويه. قطعتها بقى زي ما انتوا شايفين زي الكيكه كده بالظبط. ما شاء الله سمكها حلو قوي، يعني ما كانتش رفيعه ولا كانت تخينه زياده عن اللزوم، كانت السمك بتاعها مظبوط جدا. قطعتها بقى بالشكل ده، وحطيتها في طبق التقديم، وحطيت بقى غرفة الرز بتاعنا والبطاطس المحمرة، وكان ده شكل الاكل بتاعنا. وده كان فيديو بسيط وسهل، يا رب ان شاء الله يكون عجبكم. وده روتيني النهارده، روتين سهل وبسيط. ولو اول مرة تشوفي قناتي، يا ريت ما تنسينيش باشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.